بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هعمل معاكم أكلة كده في الشتاء جميلة جدا وبتدفي، وهعملها معاكم بطريقة جديدة ان شاء الله، يا رب تعجبكم. انا هنا جبت معايا نص كيلو غلة. نقعتها وغسلتها كويس. طبعا اهم حاجة غسيل الغلة كويس. هي بتفضل تنزل مية صفرة كده، تفضلي تغسلي فيها لحد ما تلاقي المية بتاعتها فتحت معاكي، وكل ما تنقعيها اكتر كل ما ما تاخدش معاكي سوا كتير. انا هنا زي ما قلت لكم جبت نص كيلو غلة، نقيته كويس ونقعته، بعد كده غسلته اكتر من مرة لحد ما بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى ان انا اجيب حلة على النار، هحط في الحلة دي حبة بقى مية. طبعا مش ضروري المية تغلي، انتي عادي مية عادية جدا باردة. هتنزلي بقى فيها بالغلة اللي انتي غسلاها، وتحطيها بقى على النار وتهدي طبعا عليها لما تبدأ تغلي. طبعا في الاول كده تهدي بقى عليها البوتاجاز لحد ما تستوي على مهلها. بس انا طبعا انا متعودة لما بحط الغلة على النار بديها غلوة واحدة وبصفي المية منها، وارجع احط لها مية تاني. علشان هي في الغلوة الاولى بتنزل برضو مية كده بتبقى لونها اصفر، وده السر طبعا من نجاح البليلة، ان ما ينفعش المية بتاعتها تكون مصفرة وغامقة. علشان كده زي ما انتوا شايفين هنا، بصي، على الرغم ان انا غسلها كويس جدا بس برضو نزلت مية لونها اصفر. لو انا كنت سبتها كده ما كانش هيطلع شكلها كويس في الاخر يعني. فانا هنا بقى مسكتها صفيتها، وبعد كده بقى نزلت عليها بحبة مية. حابة تنزلي بمية باردة براحتك، يفضل طبعا ان المية تكون سخنة، بس انا هنا نزلت بيها بمية باردة عادي. وهحطها بقى على النار، وهبدأ بقى ان انا اهدي عليها البوتاجاز واخليها تستوي براحتها. هنا بقى طبعا ده كان شكلها هنا لما استوت. طبعا انا سبتها غلت كام غلوة كده، وبعد كده طفيت عليها البوتاجاز وسبتها شوية، وعريت بقى عليها طلعت بالمنظر ده. طبعا انا هنا هعمل البليلة، هحط عليها كنافة ومكسرات ولبن. دي طبعا في بعض المحلات بتبيعها وكده. وانا يعني حبيت بقى ان انا اعملها المره دي بقى في البيت. انا كلتها مره، اشتريتها مره بره يعني من محل وكده، عجبتني ولقيت طعمها حلو جدا، وقررت بقى ان انا اعملها في البيت لانها سهله. هنا انا عندي حبة كنافة كانوا في الفريزر، ومعايا نص كيلو لبن، واي نوع بقى مكسرات عندك. هنا بقى طبعا كنت حطيت الغلة على النار تغلي تاني، لان هنا بقى تاني يوم انا كنت بكملها. وجبت معلقتين نشا، ده حطيت فيهم حبة مية، وحبة تحطي فيهم حبة لبن براحتك، ونزلت بقى بيهم على البليلة وتقلبيهم. طيب الخطوة دي لازمتها ايه؟ الخطوة دي هتخليلك البليلة زيها زي اللي انت بتشتريها من بره بالظبط. احنا بنجيبها ليها مية بيضة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هما بيبقوا حاطين لها نشا، بس ما تحاوليش ان انت تكتري النشا، علشان احنا مش عايزينها مهلبية، احنا بس عايزين نلفها كده انها تديك القوام اللي انت بتشتريه من بره. هنا بقى انا حطيت معلقتين نشا زي ما قلت لكم، وهسيبها بقى تغلي كده غلوة بسيطة لحد ما تديني قوام تقيل شوية. وبعد كده بقى هطفيها، هطفي عليها البوتاجاز، وتبقى بقى جاهزة معاكي للأكل. زيها زي بره بالظبط، وطبعا انضف بكتير من بره، لان انتي غسلاها وعارفة كويس، متأكدة من نظافتها. وطبعا بقى لو عملتيها بالطريقة اللي انا عملتها النهاردة دي هتعجبك قوي يعني. هنا بقى انا معايا نص كيلو لبن، ده انا اللبن ده دافي يعني، انا دوبك نزلته من على النار كده. وهبدأ بقى انزل عليه بباكو فانيليا. طبعا الفانيليا اختياري، بس هي هتدي ريحة حلوة ونكهة حلوة للوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة. طبعا البليلة دي لما بتشتريها من بره بتبقى غالية جدا، وهي في الغالب يعني مش كل المحلات بتحط عليها كنافة. بس انا اشتريتها مرة كان فيها كنافة بصراحة، وطعمها عجبني قوي 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 بصراحة يعني.
وطبعا الكنافة براحتك، حابة تشوحيها في حتة زبدة على النار مفيش مشكلة، عايزة تحطيها زي ما هي في كلتا الأحوال بصراحة تديكي نتيجة حلوة قوي يعني. انا هنا هحط حبة كنافة صغيرين في الطبق، طبعا على حسب الكمية اللي انتي هتاكليها. ما تحاوليش تكتري كنافة اكتر من كده علشان هتشرب اللبن منك، وهتحسي ان البليلة يعني ايه، هتلاقيها ماسكة كده يعني تقيلة شوية. فلا، هي الافضل ان انتي تحسي بطعم اللبن فيها يعني وتحسي بوجود اللبن فيها وكده. طبعا معلش ساعات بهبل كده في الكلام شويه انا بتكلم، بس انتوا اتعودتوا عليا يعني وكده. انا مش بعرف يعني لما باجي اسجل ساعات ببقى متوتره ومش عارفه اقول ايه، فتحس ان انا ايه في الاخر باجي بتوتر كده، ممكن ما ابقاش عارفه اقول ايه يعني. هنا بقى انا كنت نسيت السكر، احط بقى هنا حبه سكر في كل طبق، طبعا السكر اختياري، عايزه تكتري تقللي ده براحتك يعني. فهنا بقى انا حطيت الكنافة والمكسرات، وهبدأ بقى ان انا هنزل بكبشة بليلة كده في كل طبق على الكمية اللي انا حطيتها دي. طبعا عايزة تكتري تقللي براحتك على حسب ما هتاكلي، بس يعني زي ما انت حابة يعني. انا هنا انا فضلت ان انا اعمل اطباق صغيرة عشان انا وماما كناش عايزين يعني نتقل يعني وكده بصراحة في الاكل. فهنا بقى انا حطيت البليلة، وبعد كده حطيت بقى عليها بقى اللبن، وقلبتها بقى كده، وده بقى الشكل بقى بتاعها بقى. بصراحة طعمها كان جميل جدا، ومع كمان الكنافة كانت مديها طعم حلو قوي بصراحة يعني. اتمنى ان انتوا تجربوها. هنا بقى طبعا يفضل زي ما قلتلك ان اللبن يكون اكتر من البليلة عشان تحسي بطعمها. وطبعا يرجع لك يعني الذوق في الاكل ده بيرجع لكل واحد، انت بقى حابة يعني تخليها تقيلة عن كده براحتك يعني، بس انا شايفة ان القوام ده بيبقى جميل جدا جدا فيها يعني. هنا بقى طبعا خلصت بقى هنا الكمية هنا بقى اللي معايا كده يعني، اللي انا عملتها. طبعا انا ما كنتش محتاجة العدد يعني، اللي كان هياكله ما كانش عدد كبير، كنت انا وماما بس. هنا بقى طبعا لميت بقى كل حاجة. البليلة اللي اتبقت معايا طبعا انت مش شرط تستخدميها كلها، ممكن ان انت تشيلي منها في الفريزر علبة كده، ووقت ما تحبي تطلعيها تبقى جاهزة معاكي. هنا بقى حطيت هنا بقى طبقين البليله. طبعا الكاميرا هنا كانت بتتهز لان انا كنت فاكره نفسي ان انا فاصلاها وانا بقى بلم الحاجه وكده يعني من على الترابيزه، واكتشفت ان هي كانت شغاله يعني. فهنا بقى حطيت بقى هنا حبة كنافة كده للتزيين، واحط بقى حبة مكسرات جميلة جدا جدا بصراحة، وفيها قيمة غذائية طبعا عالية، وتبقى جميلة جدا للأطفال. وطبعا نضيفة لان انتي عاملاها في البيت وضامنة هي معمولة ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى الوصفة لو عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.